السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معايا الكفته، اجمل كفته هتعملها في حياتك. هي الكفته دي انا عملتها في البيت، لا رحت الجزار ولا رحت جبتها من بره ولا اي حاجه. انا عملتها بمكوناتي كلها من البيت. فرمت لحمتي على ايدي، عملت صبعتها برضو على ايدي. طبختها برضو بطريقتين. هطلعها مسمغة، هطلعها بأجمل جودة، أحسن من الجزار 100 مرة. هفرمها بطريقة هخليها تطلع كده حاجة، يعني وهم. هتندمي لما تعملها برا تاني، هتقولي يا ريتني كنت عملتها من زمان. أجمل طريقة للكفتة هتخليكي محترفة فيها من بيتك من غير ما تروحي ولا تيجي. تعالي كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مكوناتنا ايه. معايا كده اللحمه بتاعتي، انا الفرمها على ايدي. فرمتها وش على الخشن ووش على الناعم في مفرمه اللحمه. لو ما عندكيش المفرمه ممكن تفرميها في الكبه بتاعتك او في الكيتشن ماشين زي ما انت متعوده، او فرميها بره وطريقه كملها في البيت. معايا 3 ربط خضار، واحده كزبره واحده بقدونس واحده شبت. معايا كده حوالي 3 بصلات متوسطين هفرمهم فرم ناعم، ناعم قوي قوي قوي. وهاخدهم كده افصلهم لوحدهم. اللي هفرمه في الكبة هحطه كده في طبق لوحده، وافرم من بعد من الخضار برضو انعمه. كل المكونات اللي معايا دي بنعمها على قد ما اقدر كده في الكبة. البصل وصلته لانعم حاجة، الكزبرة نفس الكلام، والشبت والبقدونس. طبعا 3 ربط، يعني 3 ربط من العاديين، يعني لا يكونوا صغيرين قوي ولا كبار قوي، بحيث يعني ما احطش برضو كمية خضار كبيرة. انا مش عاملاها خضرة او كده زي شكل الطعمية، لا انا عاملاها خضرة فاتح، بحيث ان انا اكل حاجة يعني تكون مظبوطة طعم ولون، وتكون يعني ايه ما خضرهاش قوي تطلع معايا في الاخر مثلا في القلي سودا او كده. لو زودت الخضار عن كده تطلع معاكي تسود منك في القلي. هجيب كده اللحمه افضيها كده في صينيه واسعه، علشان انا بقى ايه هعجن المكونات في بعضها، فمحتاجه مكان واسع كده ايه اشتغل فيه. احط كده عليها البصل اللي انا منعماه، احط عليها الخضار. لو عندك مثلا بوله، لو حابه تعملها في بوله تعملها في بوله عادي. انا بحب اشتغل في الصينيه ابقى فرده كده عشان التصوير برضو معايا ايه يطلع ايه تبقى حاجه كل حاجه واضحه وفي التمام. معايا حوالي كيلو الا ربع رز ناعم مطحون جاهز، جايباه جاهز. معايا فلفل كزبره، إيه كمون. من كل حاجة واخدة نص معلقة بس، الكزبرة الفلفل الأسود واخدة معلقة كبيرة. ومعايا معلقة ومعلقة ملح. ومعايا معلقتين بهارات كفتة جايباها من عند العطار، اللي هي الكفتة العادية. بتنقلك الكفتة دي في حتة تانية خالص، خليها لك جميلة جميلة جميلة. وامسكهم واعجنهم في بعض كده. انا مش مكترة بهارات، انا مظبطة حالي. طبعا وانا بفرم حاطة حوالي راس توم. الراس بتاعتي عبارة عن 10 فصوص توم، برضو حطاهم مع الكزبرة مع البصل. يعني حاطة فرمت البصل التوم والبطوم مع بعض، والخضار برضو مع بعض. ومسكت الكمية بتاعتي كلها عجنتها في بعضها، وبعدين خدتها تاني في الكبة بتاعتي. هدمجها بعد ما غيبت الألوان كده في بعضها زي ما انتم شايفين. تاني نعجن فيها لحد ما غيبت الألوان كده، خليتها كلها بقت لون واحد، وبعدين خدتها في الكبة. طبعا الكبة مش هتعجنها لي برضو العجن اللي انا عايزاه. بعد ما فرمتها وخليتها كده امتزجت، همسكها بقى عشان اخليها مسمغه وتبقى عامله زي الكفته برضو بتاعت الشوي. لازم اوصلها لنفس الدرجه بتاعت الكفته بتاع الشوي، بس هنا هتبقى معايا زي عامله زي كده زي الملبن كده. انا كنت نسيت احط البيكنج باودر، حطيته هنا في المرحله دي وكملت عجن. طبعا انا حاطه كيس كامل لان انا عامله كميه كبيره. الكيلو اللحمه انا كنت جايبه كيلو لحمه حمراء، مش ما فيهاش دهون. الدهون تبوظ الكفته. الكيلو اللحمه الاحمر ده مسكته كده زي ما انتم شايفين. فرمته على وش على الخشن، وبعدين رجعت رديته وش على الناعم. و... وكمان حطيت زي ما انتم شايفين كده زي ما قلت لكم البصل الكزبره الشبت البقدونس. حطيت البصل الثوم. حطيت معلقتين بهارات كفته. حطيت نص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، معلقه فلفل اسود. حطيت معلقه ملح، وحطيت كيس بيكنج باودر. ما حطيتش اكتر من كده مكونات. ومسكتها عجنتها لما اتسمغت معايا خالص. مسكتها بقى كده صبعتها زي ما انتم شايفين. انا هنا الصوابع باينه معايا كبيره، لكن انا عامله الصوابع في المعقول. واللي حابب يكبر صغر، دي بقى ذوق، كل واحد وذوقه في اكله.
انا عملتها كده لان انا عارفه ان هي ايه هتزيد معايا. بس انا بقى عملتها بالطريقه اللي انا عملتها ديت. المفروض الكيلو اللحمه ليه كيلو الا ربع رز. انا حطيت على الكيلو ونص لحمه كيلو الا ربع رز، لان والله ما كان عندي غيره. لكن لو كان عندي اكتر، ولادي كانوا في المدارس ما حدش كان يديني الطلبات، لو عندي اكتر كنت اكيد طبعا ازود. وادتني نتيجه. بصوا حاجه كده تفرح. انا لما احط الكيلو اللحمه عليه كيلو الا ربع رز مطحون، هيطلع معايا مظبوط على الشعره برضو. ما تخافوش منه خالص. انا بس عشان كنت مش فاضيه انزل اجيب رز تاني، ولادي كانوا في المدارس، ما كانش معايا حد ايه يديني الطلبات. فمسكت بقى الكفته بعد ما صبعتها، نزلت بقى بمقدار من الزيت، ما كترتش. هي مش هتشرب نقطه زيت واحده، هي هتتقلي بس كده، ومش هتاخد نقطه زيت واحده. وانا برضو من الزيت ده برضو هشتغل بقيه شغلي. تعالوا بقى كده، قليت كده اول دور كده زي ما انتم شايفين طلع لي كده. بصوا شايفين اللون تحفه. همسكها اقليها بقى كده براحتي خالص. طبعا هي هتاخد وقت لان انا عامله الكميه دي، مش هاكلها كلها مره واحده، لا ده هي كميه كتيره معايا وكميه زياده. فهمسكها كده زي ما انتم شايفين كده اقلي وايه. ولما اجي عند نص الكميه إيه، هشتغل بقى، هبدا اشتغل بقى في الكفته، التسبيكه بتاعتي، عشان برضو ايه انجز وقت. لان انا برضو الشغل معايا برضو الكهرباء بتقطع الايام دي. ف... فكل واحد بقى يعني ايه بيبقى بيجري على اللي بيعمله. ادي تاني دور اهوت زي ما انتم شايفين طلع لي. بصوا حاجه، اللهم صل على النبي، حاجه جميله جميله. انا دقت في هنا، دقت صابع لقيتها معايا حاجه تحفه. وهنا بقى كنت جبت حله على النار، قليت فص كام فص توم كده، او يعني الكميه اللي تعجبك. ونزلت عليها كده بالطماطم كده زي ما انتم شايفين. كنت الطماطم دي كنت ضرباها في الخلاط، ومسكتها سبكتها عشان عارفه انها هشتغل بيها علشان خاطر انجز وقت. وحافظت كده على لونها الاحمر الوردي كده زي ما انتم شايفين، وسبتها كده دقيقتين كده على النار تسبك كمان شويه، يعني الأطعمة تاخد من بعضها. ونزلت كده بمعلقه ملح زي ما انتم شايفين على قد الصلصه. بس انا الكفته عندي متبهره واخده ملحها الكافي، فهعمل بس على قد الصلصه. ونزلت كمان بمعلقه سكر، معلقه يبقى الملح، ونزلت بمعلقه شاي سكر. ونزلت بمكعب مرقه دجاج ورشه كزبره ناشفه، رشه صغيره كده يعني ايه اطعم الصلصه بس. ونزلت بعد كده بقى بالبطاطس بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وغطيت عليها. وباركوا هنا قلب الكفته، شايفين السوا وشايفين الجمال. حاجه كده اللهم بارك، حاجه جميله مسمغه وجميله قوي. وبعد كده ايه كان خلاص البطاطس معايا بقت نص سوا يا دوبك، بس كده عدت دقيقتين تلاتة. وهنزل عليها كده ايه بالكفته بتاعتي. هحط بقى المقدار اللي يعجبني، اللي على قد اكلي مثلا. كل واحد برضو بيحط المقدار اللي ايه اللي بيتناسب معاه. وهسيبها كده ايه لما تكمل سوا وتاخد الأطعمة من بعضها. واول ما هي بتبدأ تستوي الكفتة، بتبص تلاقي بقى التسبيكة دي بدأت بقى تسمغ معاكي كده، وتاخد كده ايه تبقى بتلاقيها تخينة شوية. سمغت كده واخدها يعني ايه تحسي فيها بتخانة شوية. وكده نزلت بكبشة شوربة، كنت انا سلقة لحمة على جنب، وخدت الشوربة كده حطيتها وايه وسبتها كده ايه تستوي مع بعضها. نزلت هنا بقى ايه بمقدار من الزيت، من نفس زيت الكفتة، وهعمل بيه الرز. وهنا بقى الزيت ده، كل الزيت ده طول ما انا بشتغل بيه متبهر متعطر من من الكفتة جميل جدا. إيه برضه هيطلع لي الرز بنفس وطعم خطير. وهنزل كده كده بايه بكوبايه شعريه. انا عامله كوبايه ونص رز، وهحط عليهم كوبايه شعريه، واحط عليهم نص معلقه ملح بنص معلقه شاي علشان خاطر احافظ على اللون الذهبي بتاعها، او احافظ على اللون تبقى كلها زي بعضها. واول درجه من درجات الذهبي هحط الرز، واحافظ على الالوان عشان الرز يطلع معايا فاتح ويبقى شكله حلو جنب الكفته، عشان الالوان بتبقى متناسقه مع بعضها. يعني ما اسهاش عن الرز واطلع الرز لونه غامق واجي احط الاكل جنب بعض وابص الاقي الاكل معايا الواناته مش حلوه، لان العين بتاكل قبل البق طبعا. وهنزل كده بالميه هنزل بالرز اعصجه مع الشعريه، وانزل بالميه المغليه واسيبه يستوي كالعاده، يعني زي ما بنعمل رز كل مره. هنا بقى كنت انا خلاص خلصت الكفته التانية. نزلت كده وجبت حله على النار برضو، ونزلت فيها فصين كام فص توم برضو على حسب الرغبه برضو. وهنزل ايه عليها بالشوربه. انا هنا بقى كنت مجهزه شوربه، كان عندي شوربه. هنزل بقى بكميه شوربه معقوله، واحط عليها ايه واحطها، مش هحط عليها اي حاجه. انا عندي الشوربه مبهره بالحبهان واللورة وكل حاجه وملحها وكله.
يا دوبك بس هي هتغلي كده وتاكل يعني الاطعمه تاخد من بعضها، الثوم والشوربه. اول بس ما يتنكهوا من بعض اقوم نازله كده بالكفته عليهم. هنا بقى بص، كنت كفته بقى هنا استوت كده خلاص، بقى هطفي عليها. طبعا انا بديكم معلومه، طبعا انتوا عارفين الكفته بتاخدش سوا، يعني يا دوبك بحطها يا دوبك دقيقتين، دقيقتين تلاتة او الكتير 5 دقايق بتكون استوت خلاص. وعلى ما بغرف برضو بتكون كملت برضو سواها في الحله برضو. بصوا بقى، هنا بقى كان الكفته بتاعتي اهوت. انا جيت هنا بقى هوريكم بقى النتيجه الاخيره للاكل كله. شايفين بقى الكفته بقى والرز والبطاطس. شايفين بقى جمال والحمار الكفته. بتقول يعني بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه اتكلم. شايفين بقى وانا بقى بكسر يعني بقطم الكفته، ما بتتقطم معايا مش بسهوله. يعني معنى كده واخده تسميتها الصح، الكفته صح مخدومه صح، معموله كلها على الشعره. لو مشيتي ورايا بالخطوات ديت مش لازم تعملي الكميه دي اللي انا عاملاها، لا ممكن تعملي نص الكميه. الكيلو اللحمه بياخد كيلو الا ربع رز، والكيلو اللحمه يكون خالي الدهون تماما. لو حطيت اي دهون في اللحمه دي هي عكس الكفته التانية. دي الكفته المشويه تحب الدهون، الكفته دي تحب تبقى لحمه حمراء بس. وممكن تستبدلها بلحمه اللي تعجبك، بس المهم ما يكونش فيها دهون. اي لحمه هتمشي معاكي بس تبقى لحمه حمراء. بس اللحمه الكبيره في السن شويه بس بتبقى مش حلوه قوي في الكفته، بتبقى يعني ايه كخلي الكفته تكش شويه. هنا اللحمه الكندوز ما بتكشش خالص. هنا بقول لكم الكفته اللي هي في الشوربه دي، بقول لكم تسلم ايديا والله العظيم، عليها طعم خطير 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 خطير. شايفين كمان جمال الشوربه؟ الشوربه طالعه معايا كده لونها اصفر جميل. طبعا الشوربه انا من الاول خدماها طالعه معايا باللون ده. إيه حاجه بصوا، اقول لكم تسلم ايديا والله العظيم، الاكل كله على الشعره، والله كله والله كله طعم خطير خطير ونفس. حاجه كده يعني اكل شتوي جميل يعني مش هقول لكم بيدفي، طبعا احنا الايام ده عندنا شتاء، وعندنا احنا في اسكندريه جو مختلف. إيه اكل كده بيعمر، اكل جميل، اكل مهم يعني. برضو يعتبر بالنسبه للحوم هو يعني اقتصاديه شويه. تحط معاكي كميه كفته وهي لذيذه والكل بيحبها، ما فيش حد يختلف عليها ابدا، لا هي ولا الكفته التانية. عمري ما سمعت حد ما بيقول ما بيحبش الكفته، عمري ما قابلني كده. بقول لكم شايفين بقى معايا كيس، كل كيس حوالي كيلو الا ربع بعد القلي. إيه يعني عملت معايا كمان اكلتين كمان غير اللي انا عامله حلتين. وبقول لكم اوريكم الكفته البيضه، بوريكم قلبها من جوه. ويا رب اكون افدتكم، واشوفكم في فيديو جديد.